للذكرى السادسة لتحرير مدينة حلب من الإرهاب والوفاء لشهدائها الأبرار، نظم اتحاد الفنانين التشكيليين معرضا فنيا بعنوان انتصار حلب. لمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا معنا التقرير التالي. معرض انتصار حلب حاولوا فيه الفنانين وبناء على طلبهم ان نشارك نحن كفنانين بهالذكرى العظيمه اللي نقدر نرمز فيها لارواح الشهداء وتضحيات جيشنا وقوات الرديفه ومشاركتها لنصر حلب اللي هو رح يكون ان شاء الله بدايه نصر بكل الاصعده، اصعده الحياه. طبعا نحن كلنا عم نعاني من ضائقه، ولكن كل الناس الله عاهدوا الفنانين انه يكونوا إن شاء الله يقدروا يعبروا بخلال لوحاتهم إن عن هالانتصار والفرحة إن شاء الله الدائمة يا رب. اليوم فنانين تشكيليين بمدينة حلب حبوا يقدموا معرض تشكيلي بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير حلب، هذه المدينة العريقة، المدينة الكبيرة. تستحق منا هذه المدينة أن نعطيها هذا الحب وهذا الجمال بأرقى أنواع الصور وأجملها. فنانين قدموا اليوم تقريبا نتاج 30 عمل تشكيلي ل 30 فنان، كل فنان اشتغل بأسلوبه وطريقته بيحبه لمدينته مدينة حلب. أنا قدمت عمل حروفي تشكيلي عبارة عن كلمة حلب قسمتها بشمس النصر انتصار حلب. بهذه التشكيلات الحروفية هي تشكيلات حروفية، هي لغتنا، هي أبجديتنا، هي تراثنا. لازم نعطي هذا الحرف العربي كل الاهتمام. الحرف العربي ولغة الضاد أجمل الحروف بالعالم. أنا أنتمي للمدرسة الحروفية بالفن التشكيلي، فقدمت هذا العمل التشكيلي عبارة عن كلمة حلب، حلب الحب وحلب الجمال. ذكرى تحرير مدينة حلب ذكرى كتير غالية على قلوبنا. يعني نحن هلأ هون وعايشين بأمان الله الحمد لله رب العالمين بفضل شهدائنا الأبرار اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل الله. طبعا أنا رسمت بعد ما بلغوني إنه بدك تشاركي بمعرض، جهزت عمل خاص بهي المناسبة. الحقيقة طلع معي ساعة باب الفرج اللي هي علم من معالم مدينة حلب العريقة والقديمة والأصيلة، بالإضافة لأحياء مدينة حلب القديمة. طبعا اللون الأحمر أنا ما تقصدت أحطه، هو طلع من جواتي. يعني أنا ما تقصدت إنه أحط هذا اللون إنه مشان يرمز لشيء، طلع من جواتي تعبيري بطريقة حلوة وعفوية. اللون الأحمر بيرمز للحب والشغف اللي بيربطني بمدينتي، اللي ما ممكن أتخلى عنها مهما جار الزمان. ابتسام مجيد، شاركت بعمل اسمه قصص مبعثرة، برمز فيه بالمرأة عن سوريا اللي كانت تحتضن كل أبنائها، وهي الحرب اللي فرقت كل أبنائها، صار كل ولد بمكان، يعني كل ولد بمكان. وكثرت عنا تساؤلات، إشارات الاستفهام، تساؤلات يعني لوين، إلى أين، إلى متى يعني. ورمزت بهذا الجدار اللي عملته مخلفات الحرب، أحلام البنات اللي انكسرت، أحلام العيال اللي راحت يعني. وحمامتين السلام هن إن شاء الله إنه بنرجع مثل قبل وأحسن. بتمنى إنه نرجع أحسن من هيك. اشتركت في لوحة اللي هي بانوراما مدينة حلب، اجتمعت فيها كل العناصر المعمارية اللي بتمثل حارات حلب كلياتها مع أبواب. عندي باب النسرين وباب الطاكي ومدخل القلعة، ادخلوها بسلام آمنين إلى قلعة صمود حلب. جمعت فيها كل العناصر، التجارة والصناعة وجمال المعماري، بالإضافة لذلك التعايش بين الإسلام والمسيحيين ضمن بوتقة حلب القديمة والجديدة. كان في تعايش جميل، وهي المدينة الصامدة. هي المناسبة عنا كل سنة نحن لها احتفاء خاص، هو ذاتي ومعنوي وروحي. أنا بالنسبة لي جسدت اليوم بلوحتي مركزة على عنصر الأم وعنصر البنت معها بنتها، والطفل اللي حاضنة لعبتها المحببة وماسكين إيدين بعض، دونا عن المحيط المجتمع اللي أنا عبرت عنه بهذا الأسلوب وهي الطريقة بالرسم والألوان. طبعا
بحكي إنه الحالة اللي أنا جسدتها هو نزوح الفكر، نزوح التطلعات للأمل، نزوح الفكر. نحن كروح هذا المجتمع اللي جسدته بهي الضبابية، نحن حالة من النزوح الفكري الروحي الجمالي للمستقبل.